يا سلام، انتظروا انتظروا، 5 أهداف؟ 5 في نصف نهائي؟ والله برشلونة اليوم ما خلى لبلباو حتى فرصة يتنفثوا. القصة دي ما تصير إلا في الأفلام، بس صارت على أرض جدة. خلوني أقول لكم شو صار. المباراة بدت عادي، ركنيات لبلباو، محاولات هنا وهناك، بس فجأة الدقيقة 22 بوم! فيران توريس يفتح النار بهدف من داخل المنطقة، والكرة تسكن الشباك وكأنها تبي تنام. وتحسبون برشلونة رح يرحمهم؟ لا والله. الدقيقة 30 فيرمين لوبيز يضيف الثاني. الدقيقة 34 روني باردغجي يخليها 3. والدقيقة 38 رافينيا يدك الرابع قبل نهاية الشوط الأول. يعني تخيلوا، 4 أهداف في شوط واحد. بلباو ما عرفوا وين رؤوسهم من رجولهم. الملعب تحول لحفلة برشلونية خالصة. والشوط الثاني حسبتوا برشلونة رح يهدي؟ أبد. رافينيا رجع وسجل الخامس بعد دقائق من البداية، 5-0. يعني حتى فيفا على السهل ما يطلع لك كذا. المدرب هانزي فليك كان يشرب قهوته مرتاح، والمدرب الثاني لبلباو والله حاس بهم. يعني باختصار، برشلونة اليوم ما لعبوا كرة قدم، لعبوا فليك بول على أصوله. السرعة، الدقة، الأهداف، كل شيء كان مثالي. وبلباو والله يا حرام، حاولوا بس ما قدروا حتى يسجلوا هدف واحد للشرف. أقرب شيء كان ضربة على القائم والنتيجة كانت 4-0. والحين السؤال الكبير، برشلونة راح يواجهوا الفايز من ديربي مدريد الناري، ريال مدريد ولا أتلتيكو مدريد؟ مين راح يكون الضحية القادمة؟ النهائي يوم الأحد 11 يناير، وصدقوني بعد هالعرض الأسطوري اليوم أي فريق يواجه برشلونة راح يكون خايف يدخل الملعب. اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس عشان ما يفوتكم خبر واحد من أخبار الكرة الحارقة، وقولوا لي بالكومنتات مين تتوقعون يفوز بالنهائي، برشلونة ولا ريال ولا أتلتيكو؟ نلقاكم بكرة بأخبار أحلى وأقوى. يلا باي. 0.